بسم الله. إن شاء الله تكونوا ملاح، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله التقينا في هذه الوصفة الجزائرية التقليدية اللي هي وصفة البوزلوف. كي نقولوا الحمى تاع البوزلوف بالزيتون. الوغ فوالا، هي وصفة جد لذيذة، ويعني راح تعطي مذاق مختلف تماما. يبان اللحم بالزيتون، ما يبانش بوزلوف، باسكو هنا البوزلوف فريمون راح يتبدل الكو تاعو تماما، بيان سور للناس اللي تحب هذا الشيء اكيد. الوغ فوالا، انا عندي نصف راس نتاع اللحم تاع الخروف بيان سور، نصف فقط. كنت غليته في الماء والملح وشويه ثوم، ونحيت له فصصته، ونحيت له هذوك العظيمات، واللحم فتته. فوالا وجدته حطيته اكوتي برد. فوالا عندي راس ثوم، عندي راس كومبلي تاع توم، وعندي فلفل دريس، عندي ملعقة تاع طماطم مصبرة، يمكن إضافة الملاعق طماطم فخاش، أنا درت غير مصبرة، وعندي كمية من الزيتون صغيرة، يعني مش كبيرة باعتبار أن اللحم عندي شوية فقط، وعندي توابل، عندي عكري حلو وحار، وعندي كمون وكزبر وفلفل أسود، وعندي كركم، أنا ضفت الكركم. ألوغ فوالا، في الطنجرة ديالي ولا في كوكوط مينوت ولا في أي طنجرة عادي، حطيت 2 ملاعق زيت، وحطيت معاهم اللحم هكذاك مباشرة. آآ فوالا، هنايا قلت لكم اللحم كنت طيبته في الماء وشوية ملح وزدت له هكذا سنينة توم وكامل باش يجيني بنين، ما يكونش طايب من الصوص ولا. فوالا زدت معاه التوابل اللي هما ذكرتهم قبيل، وزدت الطماطم المصبرة والفلفل العكري والرز تاع الثوم هذاك اللي كنت هرسته. فوالا، هنا قبل ما نحط فوق النار لازم نخلط مليح الطنجرة ديالي باش لي زيبيس ما يتحرقوليش. ماشي حندير الماء، ولا لازم نقلي على كيما حنا نقولوا بالزيت هذاك فقط، وهذاك الزيت راهو قليل باش يطلق لي، يبدا اللحم يطلق الماده الدسمه ديالو والماء، سا بروندر ان بو دو طون. الوغ انا درتو على نار متوسطه، حطيت لقطه من الفوق بلا ما غلقت لقطه. فوالا حوالي 10 دقائق هايلي كيفاش تتقلى مليح، يعني هذا هو السر تاع البنه ديالها. انا نكون ديجا حضرت الماء سخون اكوتي. فوالا غطيتها، غطيت قيس ما يتغطى اللحم فقط باعتبار انه يعني طيب نص طياب. فوالا، حوالي 10 دقائق فقط، كي فتحت لقيته يعني تقريبا 90% طاب، 90%. هنا باش نزيد الزيتون ديالي، باسكو باعتبار أن الزيتون تاعي طايب. عفوا طايب، واللحم ثاني كان ماشي طايب كيما حنا نقولوا ماشي بزاف. فوالا زدت له الزيتون تاعي، وانا اللحم ما كنتش درت له اللحم كيما حنا نقولوا الجوز ما كنتش درت له الملح. الملح يعني غليته فيه مع الأول فقط، كي زدت الزيتون هذاك هو جاني سوا سوا، ما زدتش الملح تاع بزاف. وبيان سور الانسان يذوق ويشوف، اللي يحب يزيد الملح اكيد. فوالا هذا هو. هذه هي المريقه تاعو، تجي خضراء، تليق للتغماس، ويجي حار شويه. فوالا بيان سور اللي يحب ياكلش الحار اكيد ينقص ما يديرش فلفل الدريس وما يديرش العكري حار. فوالا انا هنايا قدمته في صحن التقديم. وهذه وصفه تليق بزاف في زمن اللي يكون فيه شويه البرد، زمان الشتاء الخريف كيما نقولوا حنا كيفوا في العيد في الاعياد ما نقدروش ناكلوا هذوك الماكلات. فوالا نخبوهم حتى زمان الشتاء باش نجبدو ناكلوهم. فوالا هذه هي. وصلنا الى نهايه الوصفه، ان شاء الله تعجبكم الوصفه ويعجبكم المحتوى، ونقول لكم الى لقاء قادم. واذا عجبكم المحتوى اكيد ما تنساونيش بالجام والدعم والكومنتار، ونقول لكم السلام عليكم. سلام.